طول ليالي رمضان وبالأخص آخر 10 أيام في رمضان لازم تلاقي حد يقولك ما تيجي نصلي التراويح في جامع عمرو بن العاص أو نحضر ختمة القرآن هناك. ولما تروح هناك بتلاقي آلاف من الناس عملوا زي ما انت عملت بالظبط، وبيكون مشهد في منتهى الجمال والروعة. ولاني متأكدة ان مفيش تصرفات بنعملها كمصريين بتيجي كده، وان كل حاجة ليها تاريخ، حبيت ادور على اساس الموضوع، فلقيت الاحتفال بشهر رمضان في جامع عمرو بن العاص بيرجع لمئات السنين، وبالتحديد من أيام الدولة الفاطمية. فكان الخليفة الفاطمي بعد الاحتفال برؤية هلال رمضان بيستريح في أول جمعة، وفي الجمعة الثانية بيروح يصلي في جامع الحاكم، وفي الثالثة بيطلع على الجامع الأزهر. أما في الجمعة الرابعة واللي سماها المصريين الجمعة اليتيمة عشان آخر جمعة في رمضان فبيصليها في جامع عمرو بن العاص. ولما تعرضت مصر للغزو الصليبي في نهاية العصر الفاطمي، قام الوزير شاور السعدي مولع في مدينة الفسطاط وجامع عمرو في قلبها عشان يقدر يوفر جهده للدفاع عن القاهرة. ولما جه صلاح الدين الأيوبي أمر بإعادة بناء المسجد عام 568 هجريا، لكن دور الجامع مرجعش زي الأول، وترمم الجامع بعد كده على إيد الأمير المملوكي مراد بك سنة 1797. والغريب في تجديد مراد بك إن بعد ما انتهى من عمليات الإصلاح والترميم وإعادة البناء أقيمت فيه آخر جمعة من رمضان، وهي العادة اللي استمرت مع أسرة محمد علي من 1805 ل 1952، وهي نفس العادة اللي كانت أيام الفاطميين عشان يكون المسجد دايما مرتبط بشهر الصيام من بدايته الأولى وعلى طول تاريخه العظيم. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، والسلام.